بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه اللي صابك؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ النظرة خرجتني من المدرسة وقالت لي ما ترجعش لو معاك ولي امر. ايه سببه ده يعني؟ اتخانقت مع عيل زميلي في المدرسة. يعني هو عمل لك ايه ولا انت عملت له ايه؟ ما انت يا واد حصل ايه؟ بس بقى. الو، اهلا يا ست فاطمه. موجود البيت يا حاج. الو. يا فاطمه خير؟ ازاي الكلام ده؟ مالكيش ايه السبب؟ طب خليه يجيني على طول. مع السلامه. مش هروح الوكالة دي تاني، مش هروح. يعني ايه مانيش فاهم؟ انا بكرهها، مش عايزة اروح هناك. وده سببه ايه يعني؟ العيال بيعيروني بيها في المدرسة. ده قصر ديل يا اخويا. هو حد من اللي خلفوهم يطول يبقى في ضفر ابوك؟ يلا 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 غير هدومك دي اللي عامله زي ما تكون خارجه من بق كلب، زمان ابوك مستنيك في الوكاله. يلا. طب ما تيجي انت معايا؟ انا بقى انا ولا ابوك بجلاله قدره؟ ايش جاب لي جاب ده؟ انا ما بعرفش اتكلم كلمتين على بعض، وبعدين انا ورايا طبيخ ما اناش فاضي. يلا حبيبي ربنا يهديك بدل اليوم ما تضيع منك. بس انا ما بعرفش اروح لوحدي. هخلي عواد يوصلك، ماشي؟ طيب. هسيبك انا وارجع عشان سايب العماره لوحديها. على اليمين على طول. طردوك ليه يا واد من المدرسه؟ النظرة قالت لي ما ترجعش لو معاك ولي امر. طلبت منك فلوس تاني؟ لا. يعني هيكونوا طردوك كده من باب للطاق؟ يا فهيم افندي، تلاقيك عملت عامله مهببه، ما انا عارفك غاوي مشاكل. يا حاج، تروح مع الواد ده المدرسه تشوف ايه حكايته. بس يا بابا النظرة قالت لي انها عايزاك انت. انا مش فاضي للكلام الفارغ ده. فهيم افندي هو اللي هيروح معاك، وبعدين هو بيعرف في الحاجات دي اكتر مني. بس يا بابا. يلا 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 يا عبد الوهاب يا ابني، انا هروح معاك وهعرف ازاي اخليهم يدخلوك المدرسه. يلا بينا. بس يكون في علمك يا فهيم افندي، لو طلبوا اي بقشيش عشان يبيضوا المدرسه ولا يهببوها اقول لهم لا، انا مش هدفع ولا مليم. حضرتك ولي امر؟ ايوه يا فندم. حضرتك تبقى الحاج عبد الغفور البرعي؟ لا استهانم، انا السكرتير بتاعه. ووالده ما جاش معاه بنفسه ليه؟ والله يا فندم مشغول شويه. ايه؟ مشغول عن مصلحة ابنه؟ والله يا فندم هو ان كان عليه ما يتاخرش ابدا، لكن انت عارفه بقى انه راجل مهم وعنده اشغال كتيره واخده كل وقته. وعلى العموم يا فندم انا هنا بداله، اذا ما كانش يعني يضايق حضرتك. في الحقيقة الولد ده قلوبنا فيه. المدرسة كلها بتشتكي منه. من جهه ايه يا فندم؟ من جهة أخلاقه. الولد ده مش متربي، بيمد إيده على زمايله، أبوه لازم يشوف له حل. أنا التلامذة عندي هنا في المدرسة ولاد ناس ومتربيين. الحاج بقى غفور مش الا في البلد، ثم انه ده اكبر تاجر في الوكاله، كمان صيته الناس كلها بتتغنى بيه. لو الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي كان على الاقل دفع التبرع اللي طلبناه منه. دول كلهم 300 جنيه. شفتي بقى الكلام؟ احنا لما جينا نقدم للولد في المدرسه دفعنا له قد ايه؟ وايه يعني؟ ما كل اولياء الامور بيدفعوا ولسه هيدفعوا. هي دي مش مدرسه ولادهم ولا يعني ايه؟ يعني ان الحاج عبد الغفور راجل حريص وما بيدفعش القرش غير في محله، ثم انه عمره ما ياكل مليم على حد. وعلى العموم يا فندم احنا تحت امر حضرتك. وعلى العموم بقى انا عايزاك تمضي لي تعهد هنا ان الولد ده يكون حسن السير والسلوك، لان بعد كده انا ما عنديش غير الرفض والفصل من المدرسه. سعادتك يا فندم ما يكونش عندك اي فكر، احنا نديها تعهد. سمعت النظرة قالت ايه؟ هترفدك، يعني هتبقى صايع ومالكش قيمة. ساعتها هاخدك في الوكالة تشيل الخردة، فاهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يا عبد، هو خلاص مش هيعمل كده تاني. ده هو هيذاكر وهيبقى حلو، ده ان شاء الله هيبقى دكتور. دكتور ايه انت الاخرى؟ ليه ما يطلعش مهندس؟ انا عايز مهندسين في الوكالة عندي. لا انا مش عايزه اطلع لا مهندس ولا دكتور.
انا عايز ابقى لعيب كوره. يا مصيبتي السودة. مش قلت لك لعيب كوره؟ الواد ده مش نافع، مش نافع، مش نافع. مش هروح الوكاله دي تاني، مش هشتغل فيها. لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا اخويا؟ مالك يا اخويا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرب حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الله يسعى علينا سرعك الليل كمان يا رب. ايه مالك؟ الواد عبد الوهاب خلع قلبي، مش عارفه ايه اللي بيجرى له ده. انت مدلعه زياده عن اللزوم، والكلام ده مش عاجبني. يا اخويا انت قصدك ما تعرفش اللي بيجرى له كل ليله؟ بيجرى لكل العيال، خصوصا لما يتعشوا ويناموا على طول. هو بيتعشى ولا بيدوق الزاد من اصله؟ ده عينه وصابته. بقول لك انت تشوف لنا حل بقى في الموضوع ده. جينا للكلام اللي ملوش لازمه. شويه شويه هتقولي لي نعمل له زار. انا هاخده من الجمعه زوروا اهل البيت. عداك العيب، اهو ده الكلام. زياره اهل البيت بركه، بس فاطمه اوعي تنسي تدعي لي بالجامد قوي. يا اخويا انت ناقص دعاء. سلام عليكم. عليكم السلام. لا لا خليك انت. افتح باب الشقه البت تستهوى. فوتك بعافيه. الله يعافيك. يا عواد، انت عزفت يا عواد. ايه يا حاج؟ الاسانسير ما بيطلعش ليه؟ الاسانسير فوق يا حاج. فوق بيهبب ايه؟ استنى شوية، الأسانسير مش فاضي. صوت مين ده؟ ما تتكلم يا بني ادم. اقعد هاتي بقى براحتك، ما قلنا لك الأسانسير مش فاضي يا أخي. هاتي، اما انك قليل الادب بصحيح. انتوا اللي فاتحين باب الاسانسير بسلامتكم تطلعوا مين؟ انت يا جدع انت اللي كنت بتزعق من فوق. جاوبوا عليا الاول، انتوا مين ومعطلين الاسانسير باي صفه؟ مالكش دعوة أنت، يا تستنى شوية يا تنزل على السلم. والله عال تكونش فاكر انها عمارة ابوك. بلاش قلة أدب يا جدع أنت. اللي ادب بس ايدك، أنت عارف إن أنا بتكلم مين؟ ايوه يا اخويا انا عارف انت بتكلم مين. انت هتقول قاعد لي تحت وسايب لي كل من هجمه ودب يتصرف لي في العماره. هو حصل ايه بس يا حاج؟ فهمني البلاوي دول تبع مين؟ بلاش طولة لسان يا راجل انت. يا حضرتك كلام ايه اللي بتقولوه ده؟ انت مش عارف بتكلم مين ولا إيه بكلم مين يعني؟ الله، ده الحاج عبد الغفور صاحب العماره. فهمني مين دول وتبع مين؟ دول مع البيه الوزير. ايه الهوسه دي؟ مالكم في ايه؟ صباح الخير يا حاج. هيجي الخير منين؟ شوف صبيانك معطلين الاسانسير اكتر من ربع ساعه. جيت اعاتبهم طولوا لسانتهم عليا. ازاي الكلام ده؟ انتوا جننتوا؟ يا فندم ما حصلش حاجه، ده حصل بس سوء تفاهم. مش عاوز اسمع ولا كلمه. انا اسف يا حاج. عشان خاطرك انت بس انا حوشت نفسي، غيري كان رماهم بره العماره. اصلهم معذورين ما يعرفوكش. اتفضلوا اتفضلوا زروا على السلم. اتفضل يا حاج. لا ما تجيش، لا بعد حضرتك. لا ازاي؟ اتفضل. صاحب البيت، صاحب البيت، ما احنا عارفين يا سيدي إنك صاحب البيت. قال صاحب البيت قال ده فتاوى من صاحب بيت ده. ما تاخذنيش، ساعة الصبح دي ساعة ضيقة، الكل عاوز يلحق شغله. ما انت عارف يا حاج، رجال الامن كل همهم انهم ينفذوا التعليمات عشان ما حدش يحاسبهم بعد كده. يا سيادة الوزير، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ربك اما بيريد يحفظ بني آدم ما فيش مخلوق يقدر يأذيه. ده العين عليها حارس يا راجل.
يا رب عيلي ما بيفرحش يا رب. عايزة عيلي يفرح زي بقية العيال يا رب. فرحوا يا رب. يا ابني، انت اسمك ايه يا ابني؟ اسمي عبد الوهاب. ما شاء الله ما شاء الله. اسم والدك ايه؟ عبد الغفور. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الواد تعبان يا سيدنا. ما تتأخذنيش في الكلام يا ست انتي، انتوا اللي تعبينه. ابنك لازم يعرف طريقه بنفسه، محدش يضايقه منكم. يا سيدنا الواد مش مفرش زي بقية العيال كده، وجايله بالصدى من المذاكرة، ده بيقوم معلش. متفزز بالليل. معلش ابنك ان شاء الله هيعرف طريقه بنفسه، سيبوه يدور عليه. أنا لا هضايقه ولا هاجي ناحيته، هو حر. لو عاوز يتعلم ويبقى كويس هو حر، مش عايز يتعلم برضه هو حر. بلاش كل شوية تقول له هشغلك في الوكالة والبسك الجلابية. لا إله إلا الله. محفوظ ابن الحاج سردينة ألف رحمة ونور عليه، كان في عمر ابنك وبيروح يقف مع أبوه في الوكالة وتعلم أحسن علام. ملناش دعوة بحد، خلينا في نفسنا، كفاية اللي ابني فيه. فاطمة، أنا خايف من دلعك للواد ده. ما تنسيش احنا خلفتنا كلها بنات، وعبد الوهاب هو اللي هيشيل عني. يا اخويا احنا فين والكلام ده فين؟ ابنك على ما تربيه. بقول لك ايه، الشيخ قال محدش يضايقه. انا عارف طلع لنا منين الشيخ ده اخر. الشيخ حنفي العنباري ربنا يمسيه بالخير لو كان عايش، والف رحمه ونور عليه لو كان ربنا افتكره. كان دايما يقول لي اجتهد يا عبده، اجتهد، لكل مجتهد النصيب، مش قال لي امشي على كيفك. صباح الخير يا حبايبي. صباح الخير. صباح الخير. بقول لك ايه يا نبيل انت وميرفت، لو قابلت ولاد صاحب العماره قدام الاسانسير او على السلم ما تكلمهمش. حاضر، معاك حق، مفيش داعي تختلطوا بالاشكال دي. ولو لقيتوهم قدام الاسانسير ما تكلمهمش، سيبوهم هم يطلعوا الاول. يا سلام، يعني ولاد الوزير يستنوا وولاد بتاع الخردة هم اللي يطلعوا؟ اسمعوا اللي بقول لكم عليه، يلا على مدارسكم، مش عاوز مشاكل. يلا باي باي. ده راجل لسانه طويل، مش عاجبه ان الوزير يبقى عليه حراسه. راجل جاهل، انا عارفه ايه اللي سكننا السكنه دي. ما هو معظم اصحاب العمارات من الاشكال دي، هم دول اللي معاهم فلوس. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا رفعت. اطلب لسعادتك الاسانسير؟ لا بلاش الاسانسير، انا عندي مكالمه تليفونيه، وبعدين ما احناش عاوزين وجع قلب تاني. حاضر يا فندم حاضر. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا حاج. يا صباح الفل. مبسوط يا حاج، الاسانسير النهارده ما تعطلش. الاصول الحلوه ما تزعلش، ربنا يديم المعروف. تسلم ايدك. الواد ابنك عامل ايه في المدرسه؟ الحمد لله، الواد نبيه ومخه كويس، بس طلباته كتير. كل العيال كده. انا بقول اهو اتعلم له شويه وبعدين اخرجه، اتعلم له صنعه يكسب منها. ليه يا فقري؟
مش بتقولي الواد ماشي عالي؟ ايوه يا حاج، بس المدرسه مصاريفها كتير، ايش كتب وكراريس، وايش عايز هدوم، ايش مصروف كل يوم، واخرتها هيبقى ايه؟ لم نفسك انت وبطل بعزاء على مزاجك. بعزقت ايه بس يا حاج؟ دي حتى القهوه بقيت كل حين ومين اما اروح اصلي صار. بطلت تروحها لكن كوبايه الشاي ما بتفارقش ايدك زي البزازه في بق العين. انت بتاخد طلبات من القهوه بكام في اليوم؟ هي بتخش لها في نص جنيه. مش حرام يا سيد؟ الفلوس دي مش اولى بيها اولادك وبيتك؟ ده اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. ما انا بشتغل يا حاج، بشتغل في هوسه وفلق الدماغ طول النهار، ما بيروقهاش غير كوبايه الشاي. يا سلام، ما انا بشتغل من الصبحيه لحد المغربيه وكل اللي باخده في اليوم كوبايتين شاي، واحده الصبح والتانيه بعد لقمه الغداء. وجاي تقول لي مصاريف الواد كتير وعاوز تطلعه من المدرسه. هم كل ما اقول لها الكلمتين دول تتخانق معايا. عندها حق، الواد لازم يكمل تعليمه، واياك اسمع انك طلعته من المدرسه، والبنت فاطمه كمان لازم تكمل تعليمها. ولا يعني عشان ما اهالينا قصروا معانا وطلعونا جهله نطلع ولادنا احنا كمان جهله؟ الله اكبر يا ناس، بنتي بتكبر يا ناس. ايه ده ايه ده؟ في ايه يا اختي اسم الله مال؟ بنات اصحابي في المدرسة شافوا حلقات في التلفزيون وبيتريقوا عليا. ليه ياما بيتريقوا عليكي ليه ياما؟ علشان الحلقات فيها واحدة اسمها نفيسة وكانوا بيضحكوا على اسمها. هو ده اللي مزعلك يا اختي؟ انا مش عايزة اسمي يبقى نفيسة. مين اللي سماها الاسم نفيسة ده؟ ابوكي اللي سماها الاسم نفيسة ده. ملقاش غير الاسم ده؟ ده اسم ستك ام ابوك الله يرحمها. واحنا مالنا؟ بس يا بنت بلاش قلة ادب. اذا كان الاسم ده مزعلك خلاص بلاش نفيسة. اقول لك يا نفوسة. في اسم اسمه نفوسة؟ يا بنت انتوا حيرتوني، اقول لها ايه؟ نقول لها نوفة. ايه رأيك بقى يا نفيسة؟ حلو متهيألي ده. نوفة ده ايه يا ام نوفة؟ النوفة ايه؟ ده اسم جميل يا ماما. ايوه يا ماما انا اسمي نوفة، واللي هيقول لي يا نفيسة تاني مش هرد عليه. امال الواد عبد الوهاب ما جاش يتعشى معانا ليه؟ لسه حابس نفسه في اوضته؟ لا بيذاكر عند حسين صاحبه. وده ساكن بعيد؟ ساكن في الشارع اللي ورانا. كل حلو يا بنت. طب وليه ما يذاكرش في بيته بدل ما يروح يذاكر في بيوت الناس؟ ما هو بيقول ابصر ابوه يفهمهم حاجات كده ما هماش فاهمينها. مش فاهمينها. اصل يا بابا بيشرح لهم الهندسة، اصله مهندس. طيب ربنا يوفقه. امال البنت نظيره نامت بدري ليه النهارده؟ قطعت نظيره نوم الظالم عباد. ده من الهريه والنكته طول النهار، ده بيجي عليها المغرب تبقى بتلف كده زي الفرخه الدايخه. ده حتى الشندوتشات بتاكلها وهي نايمه. تاني مره ما تنامش الا ما تتعشى معايا، بتوحشني وانتوا كلكم بتوحشوني، طول النهار ببقى في الشغل. يا اخويا يا رب ما يحرمك منهم ابدا. يا رب. السنه الجايه بقى ان شاء الله نقدم لها مع اختها نفيسه. ساعتها هتاخدي بالك منها زي عينيكي، فاهمه يا نفيسه؟ البت دي ادتني قفاهم ما ردتش عليا ليه؟ اصلها مقمصه. مقمصه؟ ليه خير؟ ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ اصلك قلت لها يا نفيسه. انت جرى على عقلك حاجه يا فاطمه؟ امال عايزاني اقول لها ايه؟ يا ست نفيسه ولا يا نفيسه هانم؟ ما تفهموني ايه الحكايه؟ الحكاية يا بابا ان نفيسة مبقاش اسمها نفيسة. يا سلام، ليه؟ صحيت من النوم ما لقيتش اسمها؟ ولا وهي راجعه من المدرسه وقع منها؟ اسمها دلوقتي بقى نوفا. اسمها ايه يا اختي؟ نوفا. اصل البنات في المدرسة بيتريقوا على اسمها. مش عاجبهم اسم نفيسه؟ ده اسم السيده نفيسه رضي الله عنها، واسم امي. مش عاجبهم اسم السيده نفيسه، وعاجبهم الاسم الملخبط ده. العيال جرى لهم ايه يا فاطمه؟ يا اخويا ما تخليهم على راحتهم. راحتهم ايه؟ حاجه تعكر الدم. وانت يا ست ثانيه لو غيرتي اسمك قولي لي عشان ما اغلطش وتزعلي وتضربي لي بوزك شبرين زي ما اختك ودتني قفاها. لا يا بابا انا اسمي زي ما هو، بس اصحابي في المدرسة بيقولوا لي يا سنسن. سنسن. وانت يا ست بهيره اسمك زي ما هو؟ انا اسمي ريري يا بابا. ريري؟ الاسماء الملعبكه دي. خلاص خلاص بقيتوا ولاد زوات. ده انتوا تسدوا النفس يا باي. عاجبكم بقى التنكيد ده؟ خلاص يعني الاسامي بتلزق. ناوليني يا بنت الاشار بضرب الدماغ صدعت.
ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اصله ده؟ هتعمل عقلك بعقل عيال ومكمل اكل. الحمد لله كلت وشبعت. هزعل وربنا. قوم يا راجل. انت فاكراني زعلان؟ لا انا مش عقلي صغير للدرجه دي. انا راجل فاهم الدنيا كويس. على فكره الولاد مش غلطانين. احنا وقت ما سميناهم ما كانش يدور في بالنا ان احنا في يوم من الايام هنعيش العيشه اللي احنا عايشينها دلوقتي. بس انا حبيت فيهم عشان ما يتغروش وينسوا اصلهم. لازم يفضلوا فاكرين انهم ولاد عبد الغفور البرعي اللي لحس التراب عشان يوصل لفوق والوزير يبقى ساكن تحت. قطعت سيرته هو وعياله، ده جيره منيله. خير؟ حصل منهم حاجه؟ ده فارسين عيالي يا اخي. ده البت ثانيه بتحكي لي، بتقول لي البت بنت كل ما تشوفهم في السانسير ولا على السلم تبص لها من فوق لتحت. قالت لها ايه يا اختي في حاجه؟ راحت مديها كتف وماشي. غريبه، مع ان الراجل ابوهم اخر سكاره. لا بجد ده راجل متواضع قوي. عارفه يا فاطمه، اول ما يلمحني بس يجي جري يسلم عليا. واحنا جدرانا، ما يمكن قصدك بس كده. قال على راي المثل، في الوش مرايه وفي القفص اللايه. وهيقول فيا ايه يعني؟ انا الحمد لله راجل ماشي دغري وسمعتي انضف من الصيني بعد غسيله. يلا سيبك منهم. ما هو كل واحد من دول بياخد له يومين، لكن هي دامت لمين؟ صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا حمامه. يلا هتخلص الحجر قبل ما اشربه. تشرب يا حاج، ده انا والشيف. يا عيني تمام التمام. يعني جبت الديب من ديله يا خي؟ ياد انا كنت برص الحجر ولا اجدعها قهوجي. واحنا نتوصل برضه يا حاج، ربنا يديم المعروف. انت ابن حلال يا حمام. يلا زق عجلك وروح شوف شغلك. مقبوله منك يا حاج. وتشوف لنا اخبار الدنيا ايه يا فهيم؟ ياه ده الدنيا مقلوبه يا حاج. ايه اللي قلبها؟ ناس خطفوا طياره ونزلوا بيها عندنا هنا. هنا فين؟ في الوكاله؟ لا نزلوا عندنا هنا في مصر. ودي طياره جنسها ايه؟ امريكاني. معقول في حد يستجري يروح امريكا ويخطف من عندهم طياره؟ دي طياره ركاب يا حاج. يعني فيها بني ادمين؟ اكتر من 300 نفر. يا قوة الله، وكلهم مخطوفين؟ اصلها طياره كبيره من نوع اسمه جامبو. جامبو؟ ايه الاسماء الغريبه بتاعت اليومين دول؟ يكونوش بيدلعوا الطيارات هي الاخرى. يبقى البت نفيسه بنت عندها حق اما بتدلع نفسها بنوفه. القصد ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي خطفوها بيهددوا ان هم هينسفوا الطياره باللي فيها لو ما نفذوش طلباتهم. هم مين اللي ينفذوا؟ الامريكان. طب واحنا مالنا يجيبوا لنا المصيبه اللي جت عندنا ليه؟ والناس اللي جوه الطياره ذنبهم ايه؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا اليومين دول؟ يعني انا اللي يخش مخي ان الواحد يخطف فرخه، بالكتير يخطف معزه، لكن يخطف طياره قلت لي اسمها ايه؟ اسمها جامبو يا حاج. بالناس اللي فيها؟ لا كده ابتدى اقلق. مش بعيد الواحد يصحى الصبح يلاقيهم خطفوا الوكاله. هو مين ده يا حاج؟ بس حد يهوى بكده وانا افقعه مرزبه في دماغه اجيب اجله. يا جماعه ايه اللي هينزلهم هنا في الوكاله؟ دول ما لهمش صالح. امال ايه صالح؟ تلاقي بس ليهم ناس مسجونين في بلادهم وعايزين يخرجوهم. انت مش بتقول ان الطياره امريكاني؟ مال امريكا ومال الناس دول؟ لا بقى حاج دي سياسه وملاعيب، واحنا بقى الصراحه مالناش دعوه بيهم. عداك العيب، مالناش دعوه بالسياسه. بس انا صعبان عليا الناس اللي مالهمش ذنب اللي هيروحوا في الاونطه دول. بكره نشوف ايه اللي هيحصل، ما هو لسه في مفاوضات دايره. ربنا يجيب العواقب سليمه. Good morning. Good morning, mister. Sit down. Thank you. مين قليل الادب اللي عمل الصوت ده؟ قوم يا واد عبد الغفور، تعالى هنا. يا مستر انا ما اسميش عبد الغفور، انا عبد الوهاب. عبد الغفور ده والدي، وانا حاجه بقى والدي حاجه تانية خالص. ايه الفلسفه اللي نزلت عليك دي؟
لما انت عايز تعمل لنفسك شخصيه قويه بتقل ادبك وبتنونو ليه؟ ما تنهق احسن زي الحمار. يا مستر مش انا اللي عملت الصوت ده. امال مين؟ معرفش. اشمعنى انا اللي حضرتك بتتهمني؟ واشمعنى انا اللي عايز اقول مين اللي نونو؟ تعالى يا حسين. تعالى يا حسين. مين اللي عمل الصوت ده؟ قول له يا حسين، قول له مين اللي عمل الصوت؟ قول له. هو بصراحه اللي عمل الصوت دوت يا مستر مش عبد الوهاب. كده؟ طيب لما اشوف يومكم اللي مش هتفوت ده. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل يا استاذ حسين. يخرب عقلك، ده انت بقيت مشهور في المدرسه كلها انك بتقلد صوت الحيوانات. بس المستر كامل مش قادر يقفشني لغايه دلوقتي. الواد رامي كان عايز يفتن عليك وانا خوفته منك، قلت له انك بتلعب كاراتيه. ايه؟ طب ما انا بلعب كاراتيه حقيقي. كاراتيه؟ يعني ما قلتليش قبل كده. نسيت. يا حسين يا حبيبي انا بلعب العاب كتير. فين يعني؟ فين ايه؟ بتلعب فين؟ بلعب في النادي. يعني هلعب فين؟ انت بتروح نوادي؟ طبعا. انتوا مشتركين في نادي ايه؟ احنا مشتركين. ايوه يا ماما، عايزين نشترك في النادي. كل البنات زمايلي مشتركين في النوادي. اللي مشترك في نادي الاهلي واللي في الصيد واللي في الجزيره. ايوه يا ماما، حسين صاحبي واهله مشتركين في نادي الجزيره وبيقضوا يوم الجمعه كله هناك. احنا بقى مش اقل منهم. لا ما انتوش اقل من حد. خلاص اما يجي ابوكوا كده ابقوا كلموه. لا قولي له انت، هو بيسمع كلامك. مش كفايه ما بنتفسحش يوم الاجازه؟ يا سلام، ليه يا اخوي؟ ما انتوا الاسبوع اللي قبل اللي فات مركباكوا الاتوبيس الناهر، والاسبوع اللي فات مودياكوا جنينه الحيوانات. يا ماما دي فسحه، البنات كلهم صحابنا بيخرجوا حتت عمرنا ما سمعنا عنها، هم واهاليهم وانا شفناها. الحل الوحيد هو النادي. نادي ايه وزفت ايه؟ مين اللي شرع عليهم الشورى المهببه دي؟ ما حدش شرع عليهم، هم عيالك كده على بعض شرعوا على بعض. لا لازم سي عبد الوهاب اللي شرع عليهم. ثلاثة بالله العظيم عبد الوهاب مالو دعوه، بناتك هم اللي طالعين فيه. ما هو عشان بناتي بالذات انا مش موافق على النادي. في ايه النادي؟ هيعضهم الناشي فيه النادي. في شبان يا ست فاطمه. ما اخوهم هيبقى معاه. اخوهم ده ايدك منه والارض، ما تعتمديش عليه في حاجه. يا لهوي دايما ظلمه كده. انا شفت منه حاجه تنصفه؟ لسه بيذاكر عند صاحبه. وفيها ايه لما حسين صاحبي يجي يذاكر معايا هنا؟ انت بارد يا قد. فيها ان ليك اخوات بنات وما يصحش تجيب صحابك الولاد هنا. ما حسين لي اخت وانا بروح اذاكر عندهم. هم احرار، احنا ناس بلدي لينا عاداتنا وتقاليدنا، مش الا فرانكا زي عيله صاحبك. ده حتى النادي مش عايزنا نشترك فيه. شوف بقى يالا، انا ملزم بيك انت واخواتك اوكلكوا واشربكوا والبسكوا واعلمكوا لحد ما تتوظف ولحد اخواتك ما يكبروا ويتجوزوا. انما النادي بقى والهباب ده يبقى اعمله بفلوسك انت اللي هتكسبها من عرق جبينك، واخواتك يعملوها بفلوس جوازهم لما يكبروا ويتجوزوا. اكتر من كده مش عايز كلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا حاج. اهلا وسهلا. اخبار الطياره النهارده ايه يا فهيم؟ عملنا مفاوضات مع الناس اللي خاطفينها واتفقوا ان هم هينزلوا الستات بس بالطياره. يعني الرجاله دايما هم اللي بيروحوا في الكازوزه. كان في ستات كتير؟ حوالي 70. برضه مش كتير، الرجاله اكتر. تفتكر الحكايه دي هتطول يا فهيم؟ باينها هتطول يا حاج، ما هو اصل امريكا عامله ودن من طين وودن من عجين. يعني مش خايفه على الناس اللي محبوسه جوه الطياره دي بقالها جمعه؟ مش خايفه على طيارتها نفسها؟ الا الطياره دي تساوي كام يا فهيم؟ حوالي 50 مليون دولار. بس الارواح اللي فيها ما تعوضهاش كنوز الدنيا يا حاج. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين، كان مالنا احنا ومال البلاوي دي. صباح الخير يا حاج. اهلا، ازيك يا حاج بدوي؟ اتفضل. صباح الفل. اهلا يا حاج. ايه الخطوه العزيزه دي؟ اتفضل. انا قلت اجي اشرب القهوه عندك. ده احنا هيحصل لنا البركه. لو سمحت يا سيد. ايوه يا حاج. ابعت حد يجيب قهوه المعلم بدوي. من عناية يا حاج. تعيش. الا سمعت عن حكايه الطياره دي يا حاج بدوي؟ يا سيدي ده شغل سياسه ملناش دخل بيه. انا اصلي جاي لك عشان اقول لك عاوزين نقعد كلنا ونرتب مع بعض علشان المزادات جايه. شوف يا معلم، انتوا عدم مؤاخذه اقعدوا مع بعض وتفاهموا، واللي تتفقوا عليه انا معاكم فيه. جرايه عبده،
ما انت عارف ان احنا لا يمكن نتكلم في حاجه ولا نتفق الا في حضورك. على الاقل بيعملوا لك حساب. معلش يا حاج، اصل انا اليومين دول دماغي مشغوله قوي ومش رايق افكر في حاجه. ليه؟ خير؟ في ايه؟ بفكر في حكايه الطياره دي. ايه مالك يا حاج بدوي؟ الراجل عبد الغفور ده باينه اتجنن ولا عقله خف. اروح اكلمه في الشغل والمصلحه، بالك يقول لي ايه؟ قال لك ايه؟ قال ايه؟ مشغول بحكايه الطياره. طياره ايه؟ الطياره دي اللي جماعه خطفوها وجم بيها على مصر. صحيح، ده الجرايد كل يوم بتكتب عنها. الله، بس هو من امتى بيهتم بالسياسه ولا حتى بيفهم فيها؟ ما هو عامل بقى ابو العريف. لا يا حاج، هو اصله خلاص شبع، عامل حكايه الطياره دي حجته. لا حجه ايه؟ لا مش حجه ولا حاجه، ده كان بيتكلم جد الجد كأن يعني حد من اهله جوه الطياره. غريبه. اكيد ليه مصلحه من ورا حكايه الطياره دي. مصلحه ايه يا سي محفوظ؟ يكونش هيطلع في الاخر ان هو اللي مسلط الجماعه دول يخطفوا الطياره؟ لا مش قصدي يا حاج. انا اللي عايز اقوله ان جدع عبد الغفور ده مش سهل، ومحدش يقدر يعرف هو بيفكر في ايه. عبدو ايوه فضل. ايه مالك؟ في حاجه؟ لا مفيش. مفيش ازاي؟ ده انت من ساعه ما جيت من بره وانت عمال تلف حوالين نفسك، حصل ايه؟ لا ما حصلش حاجه، انا بس مخي مشغول شويه. مشغول بايه؟ ما احنا حلوين اهو الحمد لله. في ايه كفالة الشر؟ جرى يا فاطمه، الله ما تسيبيني في حالي. بتقول نسفوها؟ ايوه يا حاج. اتحرقت يعني؟ لا دول نسفوا الكابينه بتاعت الطيار بس، وبعد كده سلموا نفسهم. يعني بقيه الطياره سليم؟ ايوه يا حاج. وكان عليهم من ده كله بايه؟ اديني الجرنان، عايز اشوف شكلها. اتفضل يا حاج. يا دين النبي، طياره ممكن. انت قلت لي اسمها ايه يا فهيم؟ اسمها جامبو يا حاج. جامبو على جامبو. اسمها نكته بس دمه خفيف. انما انت مهتم قوي بموضوع الطياره دي ليه يا حاج؟ السلام عليكم. اعمل لي اتنين شاي يا ابني. عندك اتنين شاي؟ اقعد يا فهيم. انا مش عارف ليه حاسس ان الطياره دي هتكون من نصيبي. من نصيبك ازاي يعني يا حاج؟ هتتجوزها؟ الله يجازيك. اتجوزها. يا فهيم، يا اللي اسمك فهيم افهمني. انا بقول تكون من نصيبي، يعني حاسس انها تبقى بتاعتي. هتشتريها يعني؟ طب ازاي؟ مفيش حد في مصر عنده طيارات ولا حتى يقدر يفتح شركه طيران. ومين قال لك ان عايزه طياره؟ حد قال لك عليا اني مغفل؟ لا مؤاخذه يا حاج. لا اله الا الله. شوف يا فهيم،
انا عايز الطياره وهي مبلطه كده على الارض. ومين قالك ان هم هيبيعوها؟ امال هيهببوا بيها ايه؟ انت مش قايل لي بحضرة لسانك انهم نسفوا الكابينه بتاعت كده على الطياره؟ ايوه بس مش من الجايز يصلحوها. حلو حلو، خلينا في جايز. يعني ايه؟ يعني جايز يصلحوها وجايز ما يصلحوهاش. لو ما صلحوهاش يبقى معناته ايه؟ يبقى ناويين يبيعوها. ايوه بس احنا مالنا ولا الشغلانه دي؟ احنا مالنا بيها. وليه ما يبقاش شغلنا يا اخي؟ طب خليني معاك. افرض ان هم عاوزين يبيعوها، تفتكر يبيعوها بكام؟ ساعتها هنشوف ونوزن الامور. مش جايز يطلع لنا فيها حسنه؟ ايوه يا حاج، بس مش لما نعرف ميتهم. ما تخافش، مش هتفرق. ان شاء الله كله هيبقى بالمعقول. وعلى راي المثل، اعزم وقرط واكل العيش نصيب. صراحه بقى يا حاج، انا مش مطمن للموضوع ده. انا هطمنك. شوف يا فهيم، انا عايزك بكره الصبح ان شاء الله تنزل تدعبس لنا على مهندس بيفهم في كار الطيارات. المهندس ده بقى هو اللي هينورنا ويرسينا في موضوع الطيار. ساعتها هنعرف راسنا من رجلينا. ايوه بس انا هجيب منين المهندس ده يا حاج؟ مش شغلي. انت تغطس تقب تجيب لي المهندس اللي بيفهم في الطيارات ده ويجي يقابلني. اسمع بس، الكلام اللي قلناه هنا مش عايز ولا مخلوق يعرفه، ولا حتى سيد اخو فاطمه مراتي. ده ما بيتبلش في بقه فوله، مفهوم؟ امرك يا حاج، هعمل ايه؟ امرك.